عسلامة، مرحبا بكم في قناة كويزين منو. اليوم جبت غريبة الحمص. المرة اللي فاتت خدمتها وهبطت الوصفة وعاودت المرة ذي حبيت نعاود نشارككم الوصفة متاعي. عملت رطل الحمص وعملت عليه نص رطل فرينة و75 جرام نشا و150 جرام سكر محور، وعندي خذيت 250 جرام زبدة ذوبتها. هنا المرة اللي فاتت ما عملتش بالعجانة، المرة اللي فاتت عملتها بيديا، حطيت السوائل قبل وذوبت النشا فيها وبعديك حطيت النواشف. لهنا بحكم العجانة نحط النواشف قبل. حطيت الحمص متاعي رطل الحمص وحطيت نص رطل الفرينة وحطيت 150 جرام سكر محور و75 جرام نشا. وحطيت معاهم 100 جرام جلجلان مرحي، هوني بديت نصب في الزبدة. ذوبت كيما قلت لكم نص رطال الزبدة 250 جرام، وقعدت نتبع يعني نصب شوية وبالعجانة لم فيها، بسستها يعني بالعجانة. هوني زيت شوية زيت نباتي، مش برشا، ما يقارب نص كيس زيت نباتي، يعني أقل من نص كيس بشوية. انت كي ذوب الزبدة نتاعك وبعديك إذا كان حسيتها ناقصة اقعد زيد بشوية بالزيت النباتي، خاطر ديما أي حاجة فيها فرينة يعني وحتى الحمص يشربوا معناتها. تنجم تحط الكمية نتاعك وتزيد عليها شوية يعني عادي. المهم تتبع بشويه، ما تصبش برشا زيت، تبدا تتبع بشويه. وهوني المرحله لهنا حسيت النواشف كلهم تبلوا يعني بسوا بالكدا. هنا فرغتها في قصعه كبيره شويه، حاجه واسعه، وقعدت نخدم فيها بيديا، نلم فيها بيديا. وني قعدت انا واختي جت بحذايا عاونتني، قعدت تلم فيها معايا بالطريقه هذيك. بعد حضرناهم كعابر. وني غطيتها وخليتها ترتاح شويه، انا رتحتها نص ساعه كيكه مش برشا. بعد بديت نخدم فيها. انا واختي عاونتني ربي يفضلها. هوني حضرت الغرايبه متاعي، حطيتها طيبتها في الفور.
هوني طابت الغرايبة متاعي، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ان شاء الله كل عام واحنا حيين بخير، وان شاء الله عيدكم مبروك سنين دايمة، ويعطيكم الصحة على المتابعة وبارك الله فيكم. كان عجبكم الفيديو اعملوا لي ابوني ويعطيكم الصحة في الامان، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير مرة اخرى وسنين دايمة.